تخيل وأنت جالس ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وشفيع الخلق أجمعين، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع صحابي كثير منا لا يعرفه، مجهول في الأرض معروف في السماء، زاهر بن حرام. زاهر هذا كان رجل من أهل البادية، كان رجلا بسيطا وكان دميم الخلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وماذا يضيره بعد ذلك. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلاقة، كان يأتي من البادية فيهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يودعه. عبر عن هذه العلاقة بعبارة تقطر روعة، قال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، أي هو يمثلنا في البادية ونحن نمثله في الحضر. مشهد الاحتضان هذا كان في السوق، كان زاهر يبيع ويشتري في السوق، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه من خلفه، فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا مشهد الحب، يريد أن يقترب من حبيبه أكثر، يريد أن يلامس الجسد الشريف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده ورفعها وقال: من يشتري هذا العبد؟ من باب المداعبة. ما أعظمك يا رسول الله، وما أحلمك، وما أسعد الذين عاشوا معك. قال: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: يا رسول الله، تجدني كاسدا، بالمقاييس الدنيوية أنا لا أساوي شيئا، لا أحد يشتريني، أنا لست ابن قبائل، ولست ذلك المسؤول وذلك الشخصية المهمة، ولست ذلك الرجل الذي أوتي حظا من الأناقة والوسامة والجمال. في منطق البورصة الدنيوية لا أحد يشتريني، أنا كاسد. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا يود كل منا أن لو قيل له، وشهادة عظيمة لا يضر الإنسان أي شيء بعدها. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله غال يا زاهر. أتعلم ما معنى أن تكون غاليا عند الله؟ الله رب العالمين الذي بيده رزقك وسعادتك وحياتك وأمورك كلها، أن تكون غاليا عنده. أي شأن أعظم من هذا، وأي مكانة أعظم من هذا. اسأل نفسك واسألي نفسك، هل أنا غال عند الله؟ وهل أنت غالية عند الله؟ فتش في أعمالك وفتش في برنامج حياتك، تجد الإجابة وتجدين الإجابة.